ممكن الناس تشوف ان حرق الاسعار دي حاجة حلوة بتجيب زباين لان الزبون دايما بيهمه السعر الاقل. للاسف دي حاجة بتضر بالشركة او البيزنس او الخدمة اللي انت بتقدمها مهما كان حجمها. وخليني اقولك ليه. اولا عميلك هيفهمك غلط. عميلك ممكن يفهم ان خطة تسعيرك الاولى كانت بغرض الطمع وان خدمتك ممكن تتقدم باقل من اللي انت بتطلبه في العادي. ثانيا هيبدأ العميل انه يشكك في جودة المنتج او الخدمة لان سعرها اقل من السعر اللي في السوق. دايما البشر بتربط بين جودة المنتج وسعره، يعني على سبيل المثال الشوز اللي ب5000 جنيه مش هيبقى زي الشوز اللي ب500 جنيه. تالت حاجة هي التأثير السلبي على سمعة البراند. فكر شوية معايا، امتى وفين بتقدر تتفاوض وتحاول تنزل من سعر اي حاجة؟ غالبا بتعمل ده في الأسواق المفتوحة، في البازارات، في المحلات الشعبية. لكن لو رحت تشتري من براند كبير مش هتفكر تفاصل أو تنزل في السعر. حتى لو فكرت تعمل كده، الموظف هيقولك إن دي سياسة الشركة أو دي سياسة التسعير. عشان كده حاول دايما تتجنب إنك تدخل في مناقشة أو فصال في السعر. لو المنتج والخدمة اللي انت بتقدمه كويسين، عرف زبونك إن ده سعر طبيعي قصاد الجودة اللي بياخدها. ربنا يوفقنا جميعا.